السلام عليكم. عارفة انه فيديو متأخر شوية بس لسه الليفت موجود، واللي عايز يخلل ي... على طول بقى كده بسرعة قبل ما يشيخ، لانه خلاص في اواخر اوقاته يعني. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة جبت الليفت نقعته يوم كامل، حطيت الليفت كله في جردل وحطيت عليه مية، غطيته بالمية خالص. نقعته في المية 24 ساعة، لان طبعا انتوا عارفين الليفت ده عبارة عن يعني بيبقى جوه مغروس جوه الارض، بيبقى جوه الارض، فبيبقى كله طين وكده. نقعته 24 ساعة، وبعد كده نضفته كويس زي ما انتوا شايفين، غسلته كويس بالمية. اي جذور فيه شلتها ولو في اي طينة لازقة فيه نضفته كويس جدا. بعد كده طبعا بفصل العرق ده، العروق دي عن اللفت. بس بصوا يعني حتى بعد النقع 24 ساعة مفيش فايدة برضو، لقيت برضو جوه العروق في طينة برضو موجودة. فضروري جدا نفصل العروق دي عن بعض وننقعها في مية كويس عشان خاطر ننزل ونتأكد انها بقت نظيفة كويس جدا. بعد كده قطعت اللفت. حابين تقطعوه صوابع كده عادية بالسكينة، او لو عندكم القشورة اللي هي المزجزجة بيبقى شكله احلى. بس انا ما عنديش، فقطعته بالسكينة كده الحجم اللي انتوا عايزينه. لو حابين انه يقعد مدة اطول كبروا الصوابع. عايزين تاكلوه كده على طول وتسرعوا في اكله، يبقى قطعوه يعني ايه وسط كده. بعد كده خلاص قطعته واحطه في الجردل تاني، او في علبة كبيرة عندك. وبعد كده نزلت عليه بكوباية ملح. انا عاملة 4 كيلو لفت، 4 كيلو لفت حطيت عليهم كوباية ملح ناعم او خشن اللي عندكم يعني. الملح ده بقى بيشد المية من اللفت وبينزل المية كلها في الجردل. طبعا بيبقى مالح، يعني المية دي بتبقى مالحة جدا، لان هي دي اللي انا هخلل بيها اصلا اللفت. بعد كده العروق فصصتها كده ونضفتها كويس. ورجعتها تاني على اللفت عشان خاطر تتخلل معاه. ما بنرميش حاجة طبعا، العروق بتبقى احلى من اللفت كمان. هنا اللفت خلاص كان نزل ميته، وهبدأ بقى ان انا اخلله، اجهز الحاجات بقى اللي هي المكونات بتاعة التخليل. هو في المرحلة دي شرب ملح كويس جدا. نقلته بعد كده في العلبة اللي هخلل فيها على طول، ونزلت عليها بالمكونات دي. هي مش ضرورية قوي بس بتدي طعم حلو جدا. حطيت روزماري وحطيت ورق لورا وكمان كام فص توم كده، ونزلت عليهم ببنجراية متوسطة. البنجر طبعا بيدي تسكيرة حلوة، وكمان بيديله لون حلو قوي قوي. بعد كده نزلت عليهم بالمية اللي نزلت منه، علشان هي دي مية التخليل، يعني هي اصلا مية مالحة جدا. نزلت عليه بالمية دي. ولو حاسين ان المية مالحة قوي زودوا المية، زودوه مية من الحنفية، او مية تكونوا غاليينها وبردتوها يعني. زودت مية، انا كانت المية مالحة شوية حطيت نصها، والنص التاني كملت بمية من الحنفية. ولو حابين ان التخليل بتاعه يبقى اسرع حطوا كوباية خل كده صغيرة، عشان خاطر ايه يعني يومين 3 وهتاكلوا منه على طول. لكن لو مش حابين حوالي اسبوع كده ولا حاجة وهتاكلوا منه يعني، وبيبقى جميل جدا حتى من غير خل. وبس كده، اتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للوصفة وتشتركوا في القناة إسراء غرس الدين، وكمان تابعوني على صفحتي على الفيسبوك باسم إسراء غرس الدين. بس كده، باي باي.